العاشرة بتوقيت العاصمة أسمرة. مشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لمساء اليوم الأحد 19 من يونيو لعام 2022. نستهلها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. إقامة صلوات الترحم على الشهداء. 1,200,000,000 نقفة إعالة حكومية لأسر الشهداء. تخريج طلاب التدريب المهني في ساوة. الناتو يشير إلى أن حرب أوكرانيا قد تطول لسنوات. مقتل شخصين على الأقل في هجوم على معبد للسيخ في كابول. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بنغلاديش والهند إلى 59 شخصاً. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أقيمت اليوم 19 من يونيو في مدينة أسمرة صلوات ترحم على أرواح الشهداء في كنيسة القديس ميكائيل وجامع الخلفاء الراشدين. وأقيمت في كنيسة القديس ميكائيل صلوات ترحم صباح اليوم بحضور أعضاء مجلس أساقفة الكنيسة الأرثوذكسية الإريترية والرهبان. وقال مسؤول الدعوة الإنجيلية في الكنيسة القس سمعون بينه إن مغزى وكبر الاستشهاد هو تقديم الروح التي لا تقدر بثمن من أجل الشعب والوطن، موضحا بأن يوم الشهداء يوم نتذكر فيه حب الشهداء والتمسك بوصاياهم. وأقيمت صلوات ترحم في جامع الخلفاء الراشدين عصر اليوم بإمامة مفتي إريتريا ورئيس الهيئة العليا للإفتاء والشؤون الإسلامية سماحة مولانا الشيخ سالم إبراهيم المختار. وقال الشيخ سالم في خطبته إن قصص الشهداء مفعمة بمعاني البطولة والإقدام والوفاء والإيراس والتفاني والثبات، وهي قصص لم يرى الكثير منها ويجب نشرها ليسير على نهجها الأجيال. وأوضح سماحة المفتي أن الوفاء للشهداء ينبغي أن يقترن بالأفعال بمساعدة أسر الشهداء ماليا وعينيا، وأن دعمهم ليس من باب التطور والتبرع، وإنما دين في عنق كل مواطن ومواطنة، وهذا أقل الواجب. أعلن مسؤول رعاية أسر الشهداء في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد زرآي تخلآب تقديم الحكومة أكثر من 5,200,000,000 نقفة إعالة لأسر الشهداء. وأوضح في مقابلة مع وكالة إيرينا بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء أن الحكومة بدأت عملية تقديم 10,000 نقفة لأسر الشهداء عام 1995 لضمان رعاية أسر الشهداء، وقامت منذ شهر يناير 2004 تقديم إعالة بمبلغ 500 نقفة شهريا لكل أسرة شهيد، حيث قدمت حتى شهر ديسمبر 2021 أكثر من 5,200,000,000 نقفة لإعالة أسر الشهداء. وذكر تقديم الإريتريين في الداخل والمهجر أكثر من 160 مليون نقفة ل 18,299 أسرة شهيد محتاجة. وأوضح تأهيل 1,309 من زوجات الشهداء المحتاجات وأبناء الشهداء بالماشية والأنشطة التجارية المصغرة والدورات التدريبية بأكثر من 26 مليون نقفة بدعم الإريتريين في الداخل والمهجر. وأشار إلى المساعدات الشعبية المالية والعينية لأسر الشهداء، موضحا تقديم طلاب مدرسة حلايا الثانوية 192 ألف نقفة في مبادرة اتخذوها لمساعدة 17 أسرة شهيد منذ عام 2013. قام رياضيو سباق الدراجات وألعاب القوى في الإقليم الأوسط برحلة سير على الأقدام يوم 18 من يونيو من بوابة العاصمة أسمرة وحتى عد حوشة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء. وبعد وصول الرياضيين إلى مقبرة الشهداء في عد حوشة بعد قطع مسافة 13 كيلومترا، وضع حاكم الإقليم الأوسط السيد فسحي هيلي والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم الأوسط السيد يوسف سايق أكاليل الظهور في مقبرة الشهداء، وقدمت نبذة قصيرة عن عملية جبهة سحرتي. وذكر في البرنامج الذي نظم على مستوى الإقليم الأوسط بأن جبهة السحرتي مكان تاريخي يضم أكثر من 5,000 من الشهداء الأبطال. وتضمن البرنامج أنشطة فنية تعكس مضمون المناسبة وتقديم دعم مالي لأسر الشهداء.
في غضون ذلك قام أعضاء الفرقتين العسكريتين 70 و16 وشركة التنمية المعمارية ساوا وجمعية سيارات الأجرة في الإقليم الأوسط بنفير في منطقة مايدمنت، كما تبرع أعضاء جمعية سيارات الأجرة ب130 كيس من الدم. وقال القائم بإدارة جمعية سيارات الأجرة سيد منجست آب أباي إن التبرع بالدم يأتي تحت جزء من برامج إحياء يوم الشهداء، مؤكدا على رعاية الأشجار التي غرسوها لضمان نموها. كما قام أعضاء المكتب المركزي لوزارة العمل والرعاية الاجتماعية ببناء المدرجات يومي 14 و17 من يونيو. تخرج 915 طالب من أعضاء الدفعة 13 بمركز التدريب المهني في سوا، بينهم 48.2% من الطالبات يوم 18 من يونيو بعد دراسة لسنتين في 12 مجالا مهنيا. وأوضح مدير المركز الأستاذ تسفاي تولده في مراسم التخريج التي حضرها قائد مركز تدريب قوات الدفاع اللواء رمضان عثمان أولياي، وقائد مركز تدريب الخدمة الوطنية العقيد دبساي جدي ومسؤولون آخرون، إنهاء 98% من أعضاء هذه الدفعة التدريب بنجاح، مشيرا إلى أن مشاريع التخريج التي أعدها المتدربون كل في مجال تدريبه يعكس القدرات المكتسبة. وذكرت ممثلة الخريجين بأن المستوى الذي بلغوه نتاج الاستثمار الشعبي والحكومي، موضحة بأن القدرات البشرية المتسلحة بالمهن والقيم السمحة تمتلك مستقبلها وتعمل لنجاح التنمية، وأن تخريجهم عشية يوم الشهداء يحملهم مسؤولية أكبر. وقال المدير العام لقسم البحوث وتطوير القدرات البشرية في وزارة التعليم السيد بيطرس هايلي مريم إن القدرة المهنية التي اكتسبها المتدربون تؤمن حياتهم المستقبلية وتساعد لاكتساب المزيد من المعرفة العلمية والتقنية. وقدمت الجوائز للمعلمين المميزين والطلاب المتفوقين. وتخرج الطلاب في 12 مجال مهني: الميكانيكا وأعمال البناء والتجارة وصيانة الكمبيوتر وشبكة الحاسوب والكهرباء والإلكترونيات والحدادة ومعمل الآليات وإدارة الممتلكات والمجاري والثلاجات ونظام التبريد وأعمال الخشب العامة. هذا وخرج مركز التدريب المهني في ساوا حتى الآن أكثر من 23,000 شاب وشابة. قام السكان في مديريتي كرن وعيلة برعد بتقديم أكثر من 144 مليون نقفة لأسر الشهداء المتواجدة في مناطقهم. وقدم سكان إدارة الضاحية السادسة في كرن 37,800 نقفة لأسر الشهداء. كما قدم سكان إدارة الضاحية الأولى أكثر من 21,500 نقفة. وقدمت السيدة سناي تخلاي صاحبة مقهى دعما عينيا بقيمة 5,000 نقفة. من جهة أخرى نظمت إدارة مدينة كرن حملة نظافة بمناسبة 20 من يونيو، شارك فيها سكان إدارات الضواحي وعمال القطاع العام وأفراد الجيش والجنسية والهجرة والهندسة العسكرية والاتحاد الوطني للشباب والطلبة وغيرهم من 6 وحتى 18 من يونيو. كما قدم عمال القطاع العام والجبهة وأعضاء الاتحادات الوطنية مبلغ 80,000 نقفة لأسر الشهداء. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال أمين عام الحلف الأطلسي الناتو يينز ستولنبرغ أنه من الضروري الاستعداد لاحتمال أن تطول حرب أوكرانيا لسنوات عديدة. وقال ستولنبرغ إن تزويد أوكرانيا بالأسلحة الحديثة سيقوي فرص تحرير منطقة دونباس من سيطرة روسيا. وأكد أمين عام الحلف الأطلسي أهمية دعم أوكرانيا حتى وإن كان الثمن باهظا عسكريا وفي مجالي الطاقة والغذاء. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن أن أشرس المعارك تقع حاليا في سيفيرودونيتسك وغيرها من البلدات والمناطق المجاورة، وقال إن الخسائر مؤلمة للأسف. وتحدث زيلينسكي عن خسائر فاضحة أيضا في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد، حيث يحاول الجيش الروسي تعزيز مواقعه. من جهتها قالت أن ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني إن بلادها تسلمت فقط نحو 10% من الأسلحة التي تطالب شركائها الغربيين بها لمواجهة القوات الروسية.
هاجمت مجموعة من المسلحين بقنابل يدوية معبدا للسيخ في كابول، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 7 آخرين على الأقل بجروح، وفق ما أكدت وزارة الداخلية الأفغانية. وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد النافع تاكول إن مسلحين دخلوا إلى معبد السيخ وهاجموا بقنابل يدوية حارس الموقع. وأضاف المتحدث أنه بعد بضع دقائق انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من المعبد ولم تسفر عن وقوع إصابات. ووقع الهجوم الأكثر دموية في مارس 2020 عندما اقتحم مسلحون معبدا في كابول وقتلوا 25 شخصا على الأقل. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن الهجوم. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات العارمة في بنغلاديش وشمال شرق الهند إلى 59 شخصا. وذكرت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن مياه الفيضانات غمرت ملايين المنازل، وأن العواصف أودت بحياة ما لا يقل عن 21 شخصا في بنغلاديش، بينما تسببت الفيضانات وصواعق البرق والانهيارات الأرضية في مصرع 38 شخصا في الهند. وأضافت أنه بالرغم من أن بنغلاديش تشهد فيضانات بشكل منتظم، إلا أن الخبراء يقولون إن تغيير المناخ يزيد من شراستها وعدم القدرة على التنبؤ بها. ويشهد منسوب المياه في جميع الأنهار الرئيسية عبر بنغلاديش ارتفاعا، وذلك وفقا لمركز التنبؤ بالفيضانات والتحذير منها في داكا عاصمة البلاد. من جانبها ذكرت وكالة إدارة الكوارث في ولاية إسام الهندية أن مياه الفيضانات تسببت في غرق منازل نحو 2,000,000 شخص. في النبأ الأخير، أطلقت شركة سبيس إكس المملوكة من طرف الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قمرا صناعيا جديدا يسمى جلوبال ستار FM-15 من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا. مثل مشاريع سبيس إكس الأخرى، عادت مركبة الإطلاق التي تدعم المهمة فالكون 9 إلى الأرض بعد وقت قصير من إطلاقها، وهبطت بنجاح بواسطة طائرة بدون طيار في المحيط الأطلسي. وبعد ساعات فقط تم بنجاح وضع القمر الصناعي الجديد جلوبال ستار FM-15 في مدار أرضي منخفض. تم تصنيع القمر الصناعي جلوبال ستار FM-15 من طرف تاليس ألينيا سبيس كجزء من كوكبة الجيل الثاني من أقمار الاتصالات العاملة في المدار الأرضي المنخفض. وسيساهم هذا القمر الصناعي الجديد في تعزيز الشبكة، حيث تبدأ الأقمار الصناعية الحالية إلى مرحلة متقدمة من العمل. مشاهدينا الكرام، نذكر بالعناوين قبل نهاية النشرة. إقامة صلوات الترحم على الشهداء. $1,200,000,000 نقفة إعادة حكومية لأسر الشهداء. تخريج طلاب التدريب المهني في ساوا. الناتو يشير إلى أن حرب أوكرانيا قد تطول لسنوات. مقتل شخصين على الأقل في هجوم على معبد للسيخ في كابول. وارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في بنغلاديش والهند إلى 59 شخصا. نهاية النشرة. المجد والخلود لشهدائنا الأبطال.